يا نجوم يا لعيبه، ايه مش قادرين تلعبوا 90 دقيقه؟ اخركم 45 دقيقه وبتهنجوا؟ ده منظر لعيبه النادي الاهلي. هنرجع تاني برضو في الاواخر مفيش روح. تيشيرت الاهلي كبير عليكم ولا ايه؟ لو التيشيرت ده كبير عليكم، لو الشعار ده كبير عليكم، امشوا. مش عايزين ولا واحد فيكم. كل مره الشوط التالت تلعبوا اوحش. النادي الاهلي اللي اي حد يتمنى يعدي بس من السور انت بتلعب فيه. عايز ايه تاني عشان تلعب كوره؟ انت عايز ايه تاني كلاعب تلعب في النادي الاهلي عشان تعرف تلعب كوره؟ مش عارف تلعب كوره ما تلعبهاش يا عم، امشي. بتهنجوا انتوا في الشوط التاني. بتعملوا ايه؟ ما هو ده يا اما سهر يا اما مش في دماغكم، بتلعبوا علشان بس انتوا بتشتغلوا في النادي الاهلي. لا يا حبيبي، احنا اللي يلعب في النادي الاهلي لازم يكون عارف قيمه النادي الاهلي، لازم يكون عارف اللي يلبس التيشيرت ده يبقى قده، يبقى بيقاتل لاخر ثانيه. ولا زعلتوا عشان الكابتن وليد صلاح الدين مثلا قال لكم مش هنتكلم في العود دلوقتي؟ مش هاممكم اسم النادي ده؟ امشوا، اقسم بالله ما عايزين ولا لاعب فيه. لو هتفضلوا بالطريقه دي مش عايزين ولا لاعب فيه. مفيش ولا روح ولا اي حاجه. انتوا بتلعبوا لمزاجكم مش بتلعبوا للنادي. وعمر النادي الاهلي ما كان كده. كابتن محمود يا خطيب، اللعيبه دي لو مش هيلعبوا رجاله مش عايزينهم. سلام.